السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما عوبة، فيديو جديد. هنعمل مع بعض كيكة الرواني بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش هتاخد معانا وقت خالص في الخلاط. هنكون مخلصين زي ما انتم شايفينها كده، جميلة وطعمها حلو قوي، احلى من الكيك واحلى من البسبوسة. تعالوا نخش نشوف المقادير بتاعتنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا يا حبايبي، أنا معايا بيضتين درجة حرارة المطبخ في قلب الخلاط، ونص كوباية سكر، وشوية فانيليا، وهضرب السكر مع البيض لغاية ما السكر بتاعي يدوب كله في الخلاط كده. مش هنحتاج أدوات كتير. ومعايا هنا كوباية زبادي كبيرة كده، نحطها في قلب الخلاط بتاعنا، وربع كوباية لبن بس عشان نمشي الخلاط معانا. تمام. نعمل الخليط ده كويس جدا في قلب الخلاط، ونص كوباية زيت كده. الخليط بتاعنا نضربه كويس لغاية ما يبقى معايا خفيف كده وهش وجميل كده. خلاص معايا الخليط بتاعي جاهز. معايا ليمونة، عصير ليمونة. انا ما حطيتش خل، انا حطيت ليمون. الليمون مع الزبادي خلي الكيكة هشة وجميلة ولونها فاتح ابيض. تمام. معايا معلقتين كبار جوز الهند، اساسي في الوصفة يعني. ومعايا كوباية دقيق هنخلها زي ما انتم شايفين، ونقلب الخليط ده مع بعضه لغاية ما نقلب كده. هيبقى معايا كوباية دقيق بسبوسة او سويت بسبوسة، ومعايا كيس بيكنج باودر كده. خلاص كده القوام بتاعي بقى جميل، ولا تقيل ولا خفيف زي ما انتم شايفينه كده. اجيب صينية بقى مدهونة زيت او سمنة على حسب، ومشغلة الفرن قبلها على 180 درجة. هحط الخليط بتاعنا في قلب الصينية وندخله الفرن، ونعمل الشربات بتاع الرواني. تمام كده. معايا كوبايتين سكر وكوبايتين مية. انا حطيت نص كوباية في الكيكة بس علشان انتوا عارفين ان احنا هنسقي لسه شربات، ما تبقاش مسكرة قوي، وعصرة ليمونة وشوية فانيليا. ونحط كل الخليط ده على النار يغلي غلوتين كده لغاية ما السكر يدوب، ونطفي عنه. الكيكة طبعا دافية لسه سخنة، والشربات بتاعنا سخن. ما تقولش الكيكة هتعجن، لا، هي زي البسبوسة هتشرب معانا الخليط زي ما انتم شايفين كده. ما بنحط عليها العصير بتاعها بتشرب، وتعرفي ان الكيكة بتاعتك ناجحة لما شربت العصير بتاعنا. تمام كده. ونسيبها بقى تبرد وتشرب الشربات بتاعها براحتها، وبعد كده نقطعها معاكم اهو. حلوة قوي الكيكة ديت، جميلة خفيفة جدا، احلى من الكيك واحلى من البسبوسة. مع كوباية شاي كده في العصاري، حاجة كده ولا احلى من كده. هكسر اللون بتاعها بشوية جوز الهند، حاجة كده خفيفة بجد، طعمها حلو، جربوها وسهلة، ما بتاخدش وقت خالص، كله في الخلاط كده. حلوة، سريعة جدا. تمام. تعالوا بقى نطلع حتة منها كده نشوف شكلها ايه من جوه. بصراحة الكيك، هي أنا مش عارفة هي اسمها كيك ولا هي رواني، بس هي كيك عامل نفسه بسبوسة، ما تفهميش هي عاملة ايه. والله انتوا تحسبوها زي ما تحسبوها بقى، بس هي بصراحة كيك حلوة قوي قوي، خفيفة جدا عن الكيك العادي، وطعمها مسكر كده وجميل، حاجة كده جميلة، ما شاء الله عليها يعني. تعملوها بألف هنا وشفا كده عليكم وعلى ولادكم، وتعملوا كل حاجة بإيديكم كده، أحلى من كده مفيش. تمام. أنا كان نفسي أخلص الطبق بس خلاص بقى، يعني كفاية كده بصراحة. حلوة قوي. انت لو قعدت على الصينية بسم الله ما شاء الله يعني مش هتبطلوا فيها أكل. بألف هنا والشفا، والشوف الشكل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.